اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة نتابع هذه الحلقة من برنامجنا اول النهار، وحديثنا الان من خلال هذه الفقرة عن عيد ميلاد شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي، اللي هو من اشهر شعراء العامية في مصر، وقد ولد في عام 1939 في قرية أبنود بمحافظة قنا في جنوب مصر. وبيسعدنا ان يكون معانا في هذه الفقرة للحديث عن شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحميد كمال. اهلا بيك معنا أستاذ عبد الحميد. كل سنة وحضرتك طيب. بداية شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي او شاعر العامية المصري المحبوب لكل ابناء مصر، او الخال الأبنودي كما يطلق عليه دائما، وعشقه لمنطقة القناة واختياره لمحافظة الإسماعيلية للإقامة بها، وارتباطه بهذه المنطقة في مشوار حياته العام. هو اولا يعني احنا بنقول للخال على الهوى كل سنة وانت طيب، شاعرنا الجميل الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي الخال، اننا كلنا في السويس كلنا بنقول له يا خال. في الحقيقة ان عبد الرحمن الأبنودي يمكن تصحيح صغير، هو مواليد 11/4/38، فرقت سنة بالسويس 38. هو مكتوب هنا 39. لا مش مشكلة، لكن هو يعني وصفه الروائي الجميل خير الشلبي بأنه المفتون، ان عبد الرحمن الأبنودي النحيف اللي جاي زي حطب القطن، اللي معجون بطين الصعيد وبصلابة الصعيد، اللي وشه مصري وسحنته فرعونية، يجمع المصري الفرعوني القوي الحكيم، تجاعيد وشه وشكل وشه اللي بيشاع ذكاء وبيشاع فن، اللي خد من الصعيد تاريخ المقاومة للفترات الأولى اللي حاول الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي إن هم يخشوا الصعيد. وصفوا الروائي الجميل خير الشلبي رحمه الله بمقالة جميلة جدا باسم المفتون. ده بيقول قد ايه ان عبد الرحمن الأبنودي كان مؤثر في حياة الشعب. الأخطر انه ابو الشعراء العامية بعد بيرام التونسي طبعا فؤاد حداد خص الأبنودي بقصيدة، يعني خص الأبنودي بقصيدة بعتها له، والأبنودي رد عليه لما تأثر، وصعب ان شاعر يشهد لشاعر. وزي ما بيقولوا في بالبلدي كده يعني ما يكونش عدوك الا ابن كارك. لكن شهادة فؤاد حداد بتأكد طبعا المعاني اللي احنا كنا اللي بنقولها. ففؤاد حداد بعت له رسالة شعرية قصيدة، والأبنودي رد عليه على إمام الشعراء، فبيقول له شوف فؤاد حداد لما يبعت قصيدة للشاعرنا الجميل عبد الرحمن الأبنودي، بيقول له يا عم يا أبنودي، هل يا عم يا أبنودي القطر ممكن والمساعدة صفافيره مبتعدة، ايديها مرتعدة، صوتك لكل الناس يرجى كمثل اخ اب نودي، يعني اب كأنه اخوه واب نودي. طبعا بيتكلم عن عبد الرحمن الأبنودي بانه الشاعر الجميل، ووصفه طبعا في القصيدة بتاعته الرسالة اللي بعتها. بيقول له تعرف شريعة سجعي في الإحساس وفي الأحداث، أنا قلبي عمره مداس صوتك وصوت صريح العين، وصريح العين صوتك ده من صوتي أصلا صوت إنسان يرمي الشبك في البحور عند اللسان.
لما فؤاد حداد يبعت قصيدة يعني يعبر فيها عن حبه وهو أبو العامية المصرية وهو اللي علم ده شيء جيد جدا. فعبد الرحمن يعمل له قصيدة بيقول له يا إمام الشعراء، يقول له أنت الإمام الكبير وأصلنا الجامع، وأنت الوحيد اللي نقبل نصلي وراك في الجامع، بسيط يا مولاي. لأن عبد الرحمن قال إن فؤاد حداد كان عامل أغنية جميلة اسمها لا غنى ولا صيت ولو إني بسيط، وبسيط ومعايا الشمس مراية والأرض سرايا، وغني وغني وأقول مهما اتأخر الفجر بيطلع يتمخطر. فهو بيقول له أنت البسيط وأنت اللي نقبل نصلي وراك في الجامع، بسيط يا مولاي والضحكة في صدرك قوت، تغير يا مولاي وأرزقنا حرير وياقوت، ودعوتي ليك بعيد عن الموت وخريطة لفلسطين، انت الامانة. وبيتكلم بقى على انه هو الجامع واللي محدش يصلي وراه في الشعر. دي شهادة طبعا من شاعر جميل بعد بيرم التونسي، لان ده سلسال بيرم التونسي. ففؤاد حداد ابو العامية المصرية يأكد للأبنودي كلام جميل، لان الأبنودي فعلا يستحق هذا. ليه بقى؟ الشعراء يا دكتور وانت تعرف ان ناس كتير بتقول شعر، لكن بتفصل بين القول وحدة العمل والقول، يبقى وحدة الأقوال والأفعال مبتعدة. يعني يبقى شاعر يقول كلام ثوري وممكن يعمل حاجات ضد الثورة ويخون ويبيع ويقول كلام ويقف ويزور ينافق. لكن عبد الرحمن الأبنودي دفع ضريبة انه وحدة الأفعال والأقوال عنده واحدة، فاتسجن سنة 66 والمدة لغاية النكسة. يعني من 66 عبد الرحمن لغاية قبل النكسة كده طلع، لدرجة ان كتير من الناس العظيم خالد محي الدين تدخل عشان يعرف ايه الموضوع، لانه في الاخر خالص قالوا له لا انت اللي كان ليه علاقة بصلاح عيسى وخليل كلفت ومجموعة من الشيوعيين واليساريين الوطنيين. فلدرجة ان جان بول سارتر لما جه زار مصر سأل الرئيس عبد الناصر، قال انا عايز اعرف للمسؤولين يعني هو ممكن جمال عبد الناصر الاشتراكي اللي بيحب الناس اللي عمل العدل وكذا وكذا يسجن؟ فردوا عليه قالوا له ممكن، لان الاجهزة بتتكلم على ان واحد ده ضد الامن. واستغرب عبد الحليم حافظ ازاي يعني يحبسوا عبد الرحمن الأبنودي. عبد الرحمن بقى طلع ما اتكسرش في السجن، اول ما نزل السويس. انا عامل دراسة عن اعمال عبد الرحمن الأبنودي وعلاقته بمدن القناة زي ما سيادتك قلت. استقر في اسماعيلية في فترة الهدوء وفي فترة الراحة وفترة المرض، ربنا يديله الصحة. لكن فترة الشباب والفتوة وفترة المقاومة ما انكسرش عبد الرحمن في السجن، طلع قوي وقعد في السويس فترة النكسة وحرب الاستنزاف، وكتب أجمل وأحسن قصايده في الوطن. والديوان الجميل اللي كل الناس حفظته في مصر واللي حبته اللي هو ديوان حراجي القط، اللي بيبعت خطابات حراجي القط لزوجته فاطمة عبد الغفار في جبلية الفار. ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان جبلية الفار دي في السويس، ان حراجي القط ده لما يروح ازاي لما يسيب مراته وهو راجل فلاح ويتحول لعامل ويسوق بلدوزر ويتعامل مع الديناميت في السد العالي. فكان بيتنبأ بالسد العالي كثورة، السد العالي كحاجة عظيمة للخير والنماء. والقصص والجوابات اللي بيبعتها عبد الرحمن ما بين لما جوزها يبعت لفاطمة احمد عبد الغفار في جبلية الفار يقول لها زوجتي المصونة والجوهرة المكنونة، فاطمة الجوهرة المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة عبد الغفار، يوصل ويسلم ليها في منزلها الكاين في جبلية الفار. وفي الجوابات بقى المعاني الجميلة بين لوع الزوج المغترب عن مراته اللي بعيد عن ولاده، ومراته ازاي بتسأل عليه
وهو ازاي بيقول لها حياته الجديدة بيحصل فيها ايه، والاغتراب والحب واللوع والشوق والجمال. هذا الديوان اتطبع منه عبد الرحمن لما كان قبل ما يتسجن، كانوا خدوا المخطوطات بتاعته ما عرفش يطلعها. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشره، نتابع هذه الحلقه من برنامجنا اول النهار، ولقائنا مع الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الحميد كمال ابن محافظه السويس، وكاتبنا الصحفي الكبير، وحديثنا عن شاعرنا المتميز ابن صعيد مصر الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. استاذ عبد الحميد اهلا بيك معنا مره ثانيه. الله يخليك. وتستمر العلاقه بقى بالسويس، ان هو الديوان دوه اللي بيكشف فيه كل الخبايا بين علاقته الإنسانية بمراته والجوابات المتبادلة، وبين علاقة السد والمشاكل والإنسانيات في صور جميلة مبدعة للي بيقرأ الديوان، لدرجة ان الناس كان عبد الرحمن نفسه كشاعر طبع منه اكتر من طبعة، وهو كان بيقول هو ده اللي قدمني للناس، لانه كان بيقدم الناس يعني زوج وزوجة بسيطة، وبيحكي حواليهم قصص الثورة وقصص السد العالي. اهم اعماله الوطنية ايه يا استاذ؟ اهم اعمال الوطنية لعبد الرحمن الأبنودي مجموعة دواوين خطيرة جدا. يعني اولا لما تيجي تاخد في الاغاني الوطنية، مثلا اغاني عبد الحليم حافظ، اغنية جميلة جدا اللي جت في النكسة، عدى النهار، عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة تاهت من ليالينا القمر، وبلدنا عالترع بتغسل شعرها، جانا نهار اللي هي النكسة ما قدرش يدفع مهرها، يا هل ترى الليل الحزين ابو النجوم الدبلانين يقدر يغنيها ترى. طبعا دي اغنية جميلة، اغنية المسيح اللي غناها عبد الحليم حافظ. اغنية او في اغنية وطنية تاني لعبد الحليم اسمها يا بلدنا لا تنامي، عن الانتخابات وعن الانتخابات الوطنية، واحنا في مرحلة انتخابات جاية، فبيقول يا بلدنا لا تنامي دوري وسط الاسامي، واجماعي مين الاولاني يا بلدنا لا تنامي دوري وسط الاسامي، اجماعي مخلصينك باسم فلاحينك. يعني اغنية جميلة جدا جدا. اغنية عبد الحليم حافظ انا كل ما اقول التوبة كاغنية يعني حتى هو يمكن الواحد انا قريتها ان هو حتى بعد ما دخل السجن وطلع لا بترمين المجادير في حب الوطن، ومجادير في المقاومة، ومجادير يكتب عن الناس البسيطة، ويكتب عن الفلاحين. اما يكتب عن ناس محدش يعرفها، يعمل ديوان احمد اسماعيل، ويعمل ديوان اسمه وجوه على الشط يتكلم على جبلية الفار، يتكلم على منشية الرجولة في حتة في السويس، يتكلم عن كبريت وناس في كبريت، يتكلم على جبلية ابو عارف، وعن الاربعين، وعن حي زارب، وعن بورتوفيق، في دواوي في قصايد في منتهى الجمال اللي بيكشف فيها عن خبايا الناس البسيطة المحترمة. فيكتب عبد الرحمن الأبنودي عن دول، ويقعد مع الناس البسيطة. لما يكتب في وجوه على الشط عن إبراهيم أبو العيون، لما يكتب عن واحد اسمه إبراهيم أبو زعزوع، لما يكتب عن بنت اسمها البت جمالات، بنت صغيرة بنت إبراهيم أبو العيون، بيتكلم على أم علي، ويتكلم على أبو سلمي، وبيتكلم على محمد عبد المولى، الناس البسيطة الفلاحين. ومربوط بقى ده بالقصايد بصور جمالية وإبداعية، لدرجة إن أحد الفنانين وأحد التربويين قال يا ريت الشعر ده يتقال لولادنا في المدارس بدل الشعر الجاهلي، وبدل الشعر طبعا الشعر الجاهلي ده مهم الناس تعرفه كحاجة، والأشعار الجديدة، لكن ده شعر مربوط بالناس معجون بالمصرية. ويغني بقى الأبنودي، يغني محمد حمام أيقونة السويس اللي خلدت اسم السويس، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي. وانا عايز على فكرة بعد البرنامج اللي احنا عملناه سوا عن حمام، المحافظ السويس مشكورا وانا بحييه،
اللي هو العربي السري، أصدر قرار بإطلاق اسم محمد حمام على أحد شوارع السويس. وأنا بقول له لازم عبد الرحمن الأبنودي وعلاقته بالسويس وبشخص السويس يطلق برضه اسمه على اسم السويس. أبنود عملت له متحف ماشي، إحنا نعمل له بقى حاجة للسويس، لأن عبد الرحمن الأبنودي ارتبط بقى بالناس في السويس، كتبة وشعراء، فكتب أغنية يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي اللي بشر فيها إن الناس هترجع. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي، استشهد والله ويجي التاني، فداكي وفدا اهلي وبنياني، واموت يا صاحبي وقوم خد مكاني، دي بلدنا حلفة ما تخيش غير حر، قفلت بيتي ودكاني، يا شبكي وبحري وسفينتي يا بيوت السويس. كلام جميل طبعا. اما دي كل دي الحاجات الوطنية. لما يجي يتكلم على النهاردة، لما بنشوف في المربعات وبنشوف في الميدان، الديوان الميدان بيتكلم عن 25 يناير وبيتكلم عن الأزمة الأخيرة، عبد الرحمن عمل صمت الجرس وعمل العمليات وعمل مجموعة من الإنتاج الجيد جدا. أنا حابب أقول موت على الأسفلت، لأنه هو حابب القضية الفلسطينية واتكلم عنها بشكل كويس جدا. واتكلم على عبد الرحمن اتكلم على مستقبل مصر بكلمات بسيطة عن قيمة العمل وقيمة الفواعلية وقيمة الناس الشغالة وقيمة الناس المحترمة. غير كده بقى الأغاني العاطفية، شوف بقى برضو من السويس، يعني أنت عارف وهيبة دي تحت الشجر، وهيبة دي كانت ممرضة في القطاع الريفي في قرية أبو عارف، وكانت جميلة وبنت فلاحة وكده، فيغني لها تحت الشجر يا وهيبة، ويجيب محمد رشدي كان بيزور الجنود في السويس وبيغني لهم عشان يرفع روح المعنوية بعد النكسة، فيعمل حادثة في السويس، فيروح لعبد العظيم عبد الحق يقول له أنا معايا أغنية اسمها تحت الشجر يا وهيبة، عايز. قال له أجيب مين؟ قال له واحد اسمه محمد رشدي اللي بيغني، قولوا اللي مأذون البلد يجي يتمم فرحنا. لان عبد الرحمن ابوه كمدرس وكان شغال مأذون وله علاقه بالمأذونيه، الاغاني يقال ان الاغنيه حتى بتاعت عبد الرحمن، انا مش متاكد من الحكايه دي، قول اللي مأذون البلد يجي يتمم فرحنا، ويجي يكتب الكتاب على صفحه بيضه معطره. يعني اختار الابنودي وغنى الوهيبه الممرضه البسيطه، وهو اللي قدمه في عدوية، وصارت علاقة محمد رشدي والأبنودي طويلة جدا في الغنى الجميل. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحميد كمال، سعدنا بحضرتك معنا في هذه الفقرة، وبنتمنى لشاعرنا الكبير عمر مديد وصحة وسعادة إن شاء الله، وكل سنة وهو طيب. أنا عايز أقول صغيرة والله فضل. عشان هم في ناس كتيرة جدا علاقتهم بعبد الرحمن كويسة وبيقولوا له ألف سلامة، كل سنة وأنت طيب. النمس من ولاد الأرض بعت له السلام، والكابتن غزالي وحسين العشي، مصطفى عبد السلام، سيد المليجي، وسعد الأمين، والدكتور سيد، عدد كبير من اللي بيحبوا عبد الناصر، عائلة بدرة اللي موجود منها المهندس صلاح بدرة وضياء بدرة، لان دول عاشوا مع عبد الرحمن الأبنودي. كل الشعراء، محمود الخطيب وعلي الخطيب، كل الناس بتحب عبد الرحمن، وطلبوا، انا طلبت من النمس، قلت له النمس عايزين نحتفل بعبد الرحمن في السويس ويجي لنا، بس هو ظروفه المرضية حالت، لكن احنا بنقول له في السويس وهو عايش في اسماعيلية بلدنا الجميلة، ان احنا مدن القناة كلها بتقول لك كل سنة وانت طيب يا أستاذ عبد الرحمن، والسويس بتحبك ومصر كلها بتحبك، وألف سلامة ليك ولولادك آية ونور والأستاذة نهال، وكل سنة وانت طيب. وحضرتك بالصحة والسلام. بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحميد كمال. شكرا جدا. شكرا. الله يخليك. شكرا. مصرية سمرة ليها في التمييز، ممدودة وسط الزئير تكسر البراويز، سطوع لصوت الجموع، شوف مصر تحت الشمس، آن الأوان ترحلي يا دولة العواجيز. عواجيز شداد مسعورين أكلوا بلادنا أكل، ويشبهوا بعضهم
نهم وخسة وشكل. طلع الشباب البديع قلبوا خريف ربيع وحققوا المعجزة، صحوا القتيل من القتل. اقتلني قتلي ما هيعيد دولتك تاني، بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني. اقتلني قتلي ما هيعيد دولتك تاني، بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني. دمي ده ولا الربيع، الاتنين بلون أخضر، وببتسم من سعادتي ولا أحزاني. حاولت ما حاولت ما تشوفوا وطن غيره، سلبت دم الوطن وبشمته من خيره. أحلامنا بكرانا أصغر ضحكة على شفة، شفتوش الصياد يا خلق بيقتلوا طيره. السوس بينخر وسارح تحت إشرافك، السوس بينخر وسارح تحت إشرافك. فرحان بهم كنت شايلهم على كتافك. وأما أهالينا من زرعوا وبنوا وصنعوا، كانوا مداس ليك ولولادك وأحلافك.